التي تحول فيها أداء نادي الزمالك إلى 4-4-2. هل يستطيع الاستمرار في هذا التماسك الزمالك؟ هل يستطيع الأهلي أن يفعل شيئا جديدا في الأداء؟ سنتابع معا. طويلة أي حاجة، مقطوعة المرة دي ومردودة حلوة، خطيرة 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 خطيرة، واتأخر محمد طلعت، معرفش وقف للحظات وإيه ادى ضربة مرمى. يا كورة أخر فيها محمد طلعت، أتصور بإحساسي إنه وقف للحظات كده في الهواء وبعدين زقها زقة طويلة للغاية وسقط على الأرض. اللاعب محمد طلعت دون خبرات عميقة الحقيقة، وضربة مرمى طبعا. شيكابالا بشماله، تحركات لميدو داخل منطقة عالية، معدية خطيرة 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 خطيرة، بيرمي نفسه في حمام السباحة. حازم إمام بيرمي نفسه في حمام السباحة. ضربة مرمى لصالح النادي الأهلي. عدى من ناحية اليمين مش بطال، لكن طويلة ما يقدرش عليها، وبعدين رمى نفسه كده أي رمية واضحة جدا ملهاش أي أرضية على وسط الملعب. أحمد شكري حلوة جدا، خطيرة جدا خطيرة جدا خطيرة خطيرة خطيرة، واللمة والتانية والعرضية. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض على التمريرة. يا والله حلوة قوي يا بلال، والله حلوة قوي يا حاج بلال، عرضية من وراه لكن أطول من اللازم. جميلة بلال لم ودخل لجوه، واللمسة والعرضية ما توقعهاش أحمد حسن، وطويلة شوية، طويلة سنة لورا. لما عدى خطيرة أحمد فتحي، هوبو، يا نهار أبيض يا بلال، حلوة. وعبد الواحد السيد جاله شخصية في منطقة الجزاء. ادي العرضية الجميلة احمد فتحي، ارتقاء لكن معليش العلو الكفاية، انما موجود. ادي العرضية، ده كان احمد شكري والله، وعملها جميلة عرضية لاحمد شكري. وادي زحلقة عبد الواحد فعلا، انكله الشمال ابتنى كده تحتيه من الزحلقة اللي على الارض. وحسام حسن لسان حاله هو انا ناقص. جماهير الاهلي بزيها الجميل واعلامها الاجمل. احمد فتحي يسيبها، واللمسه والثانيه وهوبا، تضرب جمله مش بطاله، لكن المسافه بعيده على تنفيذ الجمله دي. احمد حسن عدى يا لعيب، ويلم كورته وعايز يسقط، يرجع ولسه معاه يلعبها عرضيه. سيد معوض خطيره وهوبو، سهله، كان يقدر يمسكها. عبد الواحد خاف منها لكن كان يقدر يمسكها، كنت شايفها سهله جدا. هو بيقول لا مش سهله ولا حاجه، دي جايه بتلف، هو ادرى اكيد. لكن ضربه ركنيه للنادي الاهلي، له 3 ركنيات مقابل 2 للزمالك. ضربه ركنيه من ناحيه الشمال، وادي 5 احمر داخل منطقه عاليه بالونه مردوده خطيره من القلب، هوبو، وضربه ركنيه. حاله ارتباك في صفوف نادي الزمالك ودفاعاته. عملها سيد معوض بلمسه جميله تعلى وتضرب، دي الكره اللي فاتت لكن يطلعها على طول عبد الواحد. ودي اللي بعديها يا ولد يا ميدو من ناحيه اليمين النادي الاهلي، خطيره لبلال، تفويته ترقيصه، والثانيه اتاخرت يا راجل يا احمد يا حسن، مش ممكن يا راجل، مش معقول، رايح فين بلال؟ فوت قليله جدا في الاداء الشوط الثاني بعكس الشوط الاول اللي كان فيه لياقه بدنيه. بص التفويته، بص احمد حسن بقى رايح فين بجوار ميدو، هيبقى هجومه ايضا له شكل تاني، وتسديده سهله جدا مقريه وسط الملعب. خدها ايديك على يمينه شيكابالا في اتجاه ايديكو، خطيره يا نهار ابيض يا ميدو، مش ممكن، مش معقول. ايديكو عملها روعه. ايه ده وشمالك يا ميدو، يا راجل مش ممكن، يا راجل مش معقول. ايديكو عملها نموذجية
ياه بيحط بطن رجله ميدو، لكن جسمه كله لبره، جسمه كله لبره. حسام حسن يكاد يفحت الارض براسه. على الخط من النادي الاهلي بيجهز تمريره حلوه قوي قوي في اليمين، وخطيره المره دي، خطيره خطيره. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، واحده بواحده واحده بواحده، لكن ايه عايز يفرح، عايز يفرح عبد الله فاروق، ومكانها الشبكه، لكن عبد الواحد برافو يا عبد الواحد عايز يفرح، رجع تاني، رجع في فرحته. وشايف حسام حسن بيقول ميدو، وداخل ميدو وتسديده هوبو، حلوه 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 يا ميدو، روعه يا ابني، وروعه روعه يا احمد يا عادل عبد المنعم. كان تسديده جميله جدا من ميدو الحقيقه، ارضيه زاحفه وخادعه، لكن برافو يا احمد يا عادل يا عبد المنعم. عاليه مره ثانيه، هجوم الاهلي مانيش حاسس ان عندهم قدره تسجيل، وفي هذه اللحظه يطلق البلجيكي دوبل كير صفاره نهايه الشوط الثاني والمباراه. كلاكيت ثاني مره يا دوبل كير، حكمت في الدور الثاني في الموسم الماضي وانتهى اللقاء 0-0، وها انت في الدور الاول في هذا الموسم وانتهى اللقاء ايضا التعادل بدون اهداف.